ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده للشباب. لما تلاقي واحده كويسه وانت معجب بيها وحصل بينكوا كلام يعني وكل حاجه، آم، ما تفضلش تتك عليها بقى في المعامله. يعني مثلا تعملها وحش وتقول ايه دي بتحبني، دي هتفضل معايا، هي هتروح فين يعني؟ دي بتحبني جدا اساسا، لا يمكن تسيبني. ده انا بزعق فيها وبشخط فيها وببهدل فيها وبتفضل موجودة برضه عشان بتحبني. هي انت بتزعق لها وبتبهدلها وهي بتحبك وموجودة معاك، بس لو جابت اخرها منك هتسيبك. لان ما حدش بيرضى طول الوقت بالذل والاهانة والكلام ده. فهي مستحملة عشان بتحبك، بس هيجي لها وقت. الوقت ده ممكن قبل الجواز او بعد الجواز، هيجي لها وقت خلاص خلاص كده. وبعدين اللي بيحب حد مش بيهينه، مش بيقلل منه، مش بيستخسر فيه حاجة، مش يعني بيعمل له كل حاجة كويسة. اللي بيحب حد ده بيعمل له كل حاجة حلوة في الدنيا. عايز ان هو يعني يخلع عين من عينه كده ويديها للي بيحبه. فانت لو بتحبها بجد، بطل تهينها وبطل تشتمها وبطل ان انت تمد ايدك عليها، وبطل ان انت تقلل منها، علشان هي نفسيتها بتتعب على فكرة. وانت ما بتشوفهاش، هي ممكن تكون كل ليلة بتعيط وانت مش شايفها. وهي مستحملة عشان بتحبك. فانت لما تلاقي واحدة بتحبك بجد وانت ومستحملاك، وانت اساسا معترف ان هي مستحملاك، فانت ما تفضلش تضغط عليها تضغط عليها تضغط عليها، عشان ممكن تخسرها وترجع بعد كده تقول يا ريتني ما كنت قلت لها كده، يا ريتني ما كنت عملت لها كده. ده انا بحبها جدا والله، بس انا غصب عني، انا لساني مش عارفه ايه. انت عشان بتحبها حاول تمسك لسانك، حاول ان انت ما تزعلهاش، حاول ان انت ما تضايقهاش. هات لها هدية، هات لها ان شاء الله وردة عادي. يعني البنات بتفرح بأي حاجة لو بسيطة حتى. قول لها كلام حلو دايما، بلاش يعني بدل الكلام الوحش بالكلام الحلو. بلاش مد ايد عليها كأنك اشتريتها. يعني بلاش مد ايد، بلاش اهانة. ما تقللش منها قدام اصحابك. ما تفضلش تقول ايه دي لو هي مثلا مليانة شوية، دي إيه بقرة مش عارف ايه. لو هي سمرة، دي السودة خطيبتي السودة، ولا مش عارفة حبيبتي السودة، مش عارف ايه. يعني ما تفضلش تقلل منها بالكلام قدام اصحابك برضو، عشان ممكن بعد كده واحد من اصحابك يجي مثلا يقول لها او يرمي الكلمة قدامها، آه، فهي هتتضايق وهتشيل منك. فما تتكش على حد بيحبك، ما تتكش على حد شايل لك مشاعر وتقدير، وعمره ما زعلك، ولا عمره اهانك قدام الناس، ولا عمره قال لك حاجة مثلا تزعلك. وبيخاف على زعلك جدا وبيحبك جدا. فالناس دي يا جماعة حافظوا عليها والله، عشان لو ضاعت مش هتلاقوها تاني. بس كده، ده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم. لو شايفين ان هو ممكن يفيد حد اعملوا له شير، واعملوا لي متابعة او اشتراك حسب ما بتشوفوني على اليوتيوب او الفيسبوك. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير.